اهلا بحضراتكم من جديد، والتاريخ يكتب في ميامي. النهارده حضور الاهلي والقرعه بتاعه كاس العالم للانديه، والنسخه الاولى يكون الاهلي حاضر فيها وينادى على جوائزه، على قيمته، على مكانته، على القابه ال27. اعتقد ليها حضور كبير جدا. الحقيقه اذا كنا لومنا ميدو فيما سبق عن رفض تشجيع الاهلي واعلان ده، وقلت لكم ده في ايذاء لمشاعر المتلقي، وده واحده من اهم رسائل الاعلام المنضبط، انه يراعي مشاعر المتلقي. احتفظ بانتمائك، واحتفظ بتقديرك، واحتفظ بانحيازاتك لنفسك، لكن على الشاشه المجاهره بهذا الانتماء، انا مش هشجع الزمالك، انا مش هشجع الاهلي، صادم للمتلقي، وده اعتقد في اي اعلام منضبط لا يجب ان يكون. والسؤال في حد ذاته تفتيش في النوايا برضه، والمشاعر ده سؤال مش في محله. لكن خلينا نقول ميدو كلاعب محترف عرف يعني ايه قيم تسويقيه، وعرف يعني ايه قيمه البراند، وعرف قيمه حضور نادي بحجم الاهلي في كاس العالم للانديه. ايه المردود المالي والتسويقي اللي ممكن يعود على الاهلي من جراء هذه المشاركه؟ نشوف. خش على كاس العالم للانديه. توقعاتك ايه؟ وشايف الاهلي بكره القرعه طبعا وبطوله جامده جدا، انت اكيد شفت التصنيفات والفرق. توقعاتك ايه الاهلي في ظل الظروف الحاليه؟ وهل الظروف الحاليه ممكن تكون مؤثره على مستوى الاهلي، ولا لسه بعيد ولسه سنه عبال او 6 شهور عبال ما الاهلي يشارك في البطوله؟ لا يعني طبعا تواجد الاهلي في البطوله دي مهم جدا. وتواجد الاهلي في البطوله دي المكاسب بتاعته مش مكاسب فنيه فقط، ولكن ليها مكاسب تسويقيه كبيره جدا، مش من خلال العوائد الماديه اللي من خلال المشاركه للبطوله او الحصول على مركز في البطوله، ولكن انتشار البراند بتاع النادي الاهلي عالميا وجلوبالي ده مهم جدا. وده اللي لازم الناس تعرفه، اللي الاهلي اشتغل عليه بقاله سنين. الاهلي عارف كويس جدا من خلال الخبرات الاداريه اللي موجوده جوه النادي على مر سنوات طويله، ان التفوق ما بيجيش جوه الملعب بس، في حاجات كتيره لازم تتعمل بره الملعب بتديك التفوق داخل الملعب. منها ونقطه مهمه جدا ان انت ازاي ان انت تكبر البراند بتاعك، تنقله من براند محلي ببراند قوي في الريجن لبراند قوي في العالم كله. والاهلي حصل على مكتسبات كبيره جدا من خلال مشاركته في النسخ الماضيه من كاس العالم للانديه، وقدر ان هو يستغل ده بشكل كويس جدا من الناحيه التسويقيه، وده لازم ان احنا نعترف بيه بشكل كويس جدا. ولازم النهج ده اللي لازم الانديه الجماهيريه التانيه اللي عندها القدره ان هي توصل للمرحله دي، وهنا بأعني الزمالك، ان لازم الزمالك يبقى عنده بلان وتخطيط ان انا ازاي اقلب البراند بتاع الزمالك لبراند عالمي. هيتقلب ازاي لبراند عالمي؟ ما لهاش الا حل واحد، ان انت تكون بتشارك في بطوله افريقيا ابطال الدوري وتكون منافس قوي عليها، صح. وان انت تحاول ان انت يكون ليك تواجد في كاس العالم، كاس العالم للانديه. اما على المستوى الفني فهي بطوله صعبه، فيها انديه كبيره جدا جدا وبتحظى باهتمام كبير جدا من الاتحاد الدولي ومن عايزين ينجحوها. طبعا عايز، لان هي بشكل النسخه الجديده اللي معموله مهم جدا ان هي تنجح بالنسبه للاتحاد الدولي. سبحان الله. يعني بقول لك بيحيرني ميدو عندما يتحدث في الكرة فقط ويخلع اي افكار اخرى عايز يروج لها، يتحدث بشكل واضح موضوعي وفاهم وموضوعي ومحترف. ايوه. وينتهي به الامر يقول لك الاهلي ما كانش هيصل لهذه المكانه اعتباطا، خطط عشان يوصل لهذه المكانه. وده حقيقي لحد كبير. كنا بنتكلم في البدايه لما اتعملت اداره التسويق والاستثمار، وكنا متفقين كده، قلناها باللفظ المحدد
قدام الكابتن صالح، همنا يا كابتن ان نزود نسبه مشجعي النادي الاهلي، لان قاعدتك الجماهيريه بتعمل البراندنج يعني ايه؟ المكانه اللي بتديك القيم التسويقيه. فمحدش بيديك حاجه هديه، انت بتسعى انك من خلال نتائجك وانضباطك والنموذج المحترم اللي بتقدمه انك تبقى مصدر زهو، فيطلع ال الناس في البيوت يشوفوا الحاجه الحلوه دي يرتبطوا بيها. ومن خلال نجوم كمان منضبطه مميزه، اساطير كرويه واخلاقيه ونتائج حاجه تفرح، ان هم يشدوا معاهم المشاهدين واولادهم واولادهم. اذا عمليه بتتبني بتاخد وقت، بس ايه من خلال الثبات على هذه السياسه. ميدو خلاص هو بيقر بهذا الكلام، ارجو بقى ما ينشغلش بعد شويه بالردود على حد ويبتدي بقى يقول لك العداله، احنا الشعبيه واحنا مش عارف ايه والعداله. أيوة. والدوله والفلوس والاهرام وتصحيح الامر وتاخده في حته تعطلك انت، مش تعطل الاهلي. لان طول ما انت بتناقش ان في اسباب مش موضوعيه مش هتتقدم لتفوق الاهلي. اول خطوه تعترف باسباب التفوق او اسباب التراجع. ايوه. فالكلام اللي قاله ميدو كلام محترم ومهم جدا. طبعا المعرض الفاترينا اختلفت اللي هيلعب فيها النادي الاهلي بعد ما كانت مثلا ده كمان النهارده 4 5 6 انديه. النهارده في القرعه اضيف لها حاجه، ماتش الافتتاح، انك انت حظك قوي. يعني كمان انك انت اللي هتعمل ضربه عالميا. فكل العالم شغفه بالبطوله دي هيشوف ضربه البدايه التي ميسي وميامي مع ماذا يفعل الاهلي الافريقي، الاهلي مع هؤلاء العباقره. فانت طبعا اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، واتمنى ان نحافظ على ثوابته وحبوا الاهلي كما وجدتموه حتى يستمر. اولا يا عم ميدو، احنا مش عايزينك تشجع النادي الاهلي في اي بطولة قارية كانت او عالمية او محلية. مش عايزينك تيجي جنب النادي الاهلي ولا تجيب سيرة النادي الاهلي. النادي الاهلي مليء بنجومه، مليء بجمهوره، مش محتاجينك خالص. وصدق عدل القيعي، خليك في انتمائك، خليك في زملكاويتك، ما تجيش ناحيه النادي الاهلي. خلينا احنا نلعب في كاس العالم للانديه، نلعب في بطوله انتر كونتيننتال، نلعب في بطولات افريقيا. ما تجيش ناحيتنا ولا تجيب سيرتنا. خلينا احنا في عالميتنا، وخليك انت في زملكاويتك، احسن ليك علشان ما نجيش عليك.